قبل ما نبدأ حلقتنا صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة فيلمنا فيلم غموض وكوميدي. راجل محبوس في غرفة ومش قادر يخرج منها، والغرفة دي مليانة زراير. يبدأ الفيلم بتاعنا، خلي بالك معانا، يبدأ براجل ياباني لسه صغير في السن، محبوس في غرفة. الغرفة دي كلها أزرار، مش قادر يكتشف أي حاجة. وفجأة لقي شكل ظهر له. الشكل ده فيه زرار داس عليه، فوجد إن الزرار دون ظهر له مجموعة ملايكة. مجموعة الملايكة ابتدوا يظهروا، بعدين ابتدوا يختفوا لحد ما اتبقى منهم الجزء الحساس بس، وترك في كل مكان زراير زراير زراير. الراجل الياباني وصل لمرحلة الأول الاكتشاف، بدأ يحاول يفكر، وبعدين كان هيتجنن، مش عارف ايه اللي بيحصل حواليه. أول حاجة ابتدى يفكر فيها يا ترى يجرب. ابتدى يدوس على أول زرار، ابتدى ينزل له حاجة، مرة فرشة سنان، مرة مزهرية، مرة حاجات أقلام. كان مستغرب من اللي بيحصل، وهو كان عنده مستوى ذكاء منخفض، فقعد يجرب كتير كتير لبعض الحاجات. فجأة طلعت عربية خبطته في رجله، ألمته جدا. المهم إنه ابتدى يرمي الحاجة وابتدى يتعصب، وخرج له حاجة من الحيطة ادته واحدة في وشه. بعد شوية لقي نفسه محبط جدا، ابتدى يرمي في كل حاجة. وفجأة لما رمى على زرار لقي إن نزل له أكل، وهو كان جعان جدا، بس هو بيحب السوشي، بس عاوز سلطة. ما لقيش السلطة اللي هو عاوزها بالكاتشب، ومع الجوع اضطر طبعا ياكل، ولقي طعمه جميل جدا، قطعة ورا قطعة ورا قطعة. ما حسش بأي حاجة. بعد ما خلص داس على زرار، نزلت له سلطة الكاتشب اللي هو عاوزها، وده نرفزه جدا ورماها. وابتدى وهو محبط يرمي. نزلت له نظارة، النظارة لبسها لقي فيها ملك بي بيستهزأ بيه. هو داخل الأوضة حس إنه هيتجنن، داس على زرار لقي الأوضة بدأت عد تنازلي، وظهرت حاجة ادته واحدة في القضية ونام. صحي بعد كده وهو محبط جدا، وهو مش عارف ايه اللي بيحصل حواليه. لقي زراير في الأرض، فابتدى يدوس على الزراير، اكتشف حاجة سحرية، إنه في باب في الغرفة، لكن نسي أنه زرار. داس على زرار طلع له راجل أفريقي عاوز يفتكر، داس على زرار تاني نزلت مية على دماغه. داس على زرار تالت لقي الباب اتفتح، لكن كانت مشكلته في كل مرة إنه الزرار بيرجع مكانه قبل ما هو يخرج. قعد يفكر أنا ممكن أعمل إيه، ممكن أعمل إيه. يعني غبائه يعني هداه إن هو يجيب حاجة ويسند الزرار، لكن طبعا مش فارقة. ابتدى يحاول بكل الطرق، ولكن بيفكر بطريقة مش ناجحة خالص، والباب في كل مرة بيتقفل. ده يفكر مرة تانية، أنا ممكن أعمل إيه، الزرار بيرجع مكانه كل مرة وما بلحقش أخرج. جاله إحباط كبير. أنا ممكن أحط المزهرية لكن مش قادر. ابتدى يفكر ده أنا ممكن أملى المزهرية بقطع السوشي بحيث تبقى تقيلة، لكن غبائه ملاها كتير فمش قادر ينقلها. حاول يدخل ايده ويطلع من السوشي، ملقيش حل. ابتدى يجيب العصيان ويخرج واحدة واحدة لحد ما قدر ينقلها شوية. ولكن لما قرب من الزراير نسي الزرار مرة تانية، فداس على زرار. من حظه السيء خرج الراجل الأفريقي، خبط المزهرية، كسرها. حس هو طبعا بجنون، انه مش قادر، ايه ده اللي بيحصل ده. انا كل ما حاول يعلم الزرار بقطع السوشي، لكن الزرار مش نافع. حاول يلزقه بلزقة كبيرة، لكن الزرار برضه مش نافع. كان هيتجنن وأحبط جدا. وطبعا الباب كان كل مرة بيخبطه، فمش قادر يتحمل. حاول ينام وخد مهدئات، لكن برضه مش قادر. وبعدين قعد يدور، طب أنا ممكن أعمل إيه، ممكن أعمل إيه، أحاول إزاي أفتح الباب. داس على زرار لقي حبل. الحبل ده فعلا وصله للباب، لقي نفسه نجح، كان سعيد جدا. دخل حاول لقي باب تاني، حاول يفتح، لكن للأسف لقي الباب مش هو. رجع تاني بسرعة والباب خبطه مرة تانية. بقيت عنده مشكلة، خبط الحيطة برجله، طلع له مفتاح الباب اللي هو ما كانش لاقيه. لكن نفس مشكلة كل الزراير، بيختفي بمجرد ما انت بتضغط على زرار الخطأ. مرة تانية حاول يفتكر أنه زرار فيه المفتاح. رجع تاني بيحاول يدور عليه، طبعا تايه بالنسبة له. خبط نفس المكان، لكن داس على زرار طلع له كلب بيهوهو. طلع له الكلب مرة تانية وخضه. داس على زرار طلع له المفتاح، اتبسط جدا، لكن ازاي بقى يقدر يوصل انه لزق قطعة سوشي على المفتاح وضغط عليه. برضه طلع له الكلب تاني من حظه السيء. واضح انه في منتهى الغباء.
اتعلم الزرار كويس جدا وضرب الحبل، لكن للأسف مش قادر يوصل للمفتاح، وهو واقع لقي حاجة مرمية على الأرض يقدر يوصل بيها، فظبط الزرار وجري بسرعة، مسك المفتاح وكده نجح ان هو يوصل للمفتاح ودخل الأوضة، نجح انه يقدر يفتح المفتاح، لكن هو بيفتح اتفاجئ بمشكلة تانية، انه في قفل الكتروني فوق مكون من 3 ارقام، فاتجنن جدا وحاول يخرج بسرعة، ولكن الباب خبطه مرة تانية، رمى الحاجات اللي على الأرض وهو مستاء جدا ومتضايق، لكن لما رمى ظهر له الراجل الأفريقي وظهر على دماغه ال3 أرقام 7 9 4 دول أرقام المفتاح، فابتدى يفكر مرة تانية، بس هيضطر يقوم بالموضوع على 3 محاولات، وأخيرا نجح وفعلا وصل وخرج من الأوضة، لكن لقي نفسه في مكان أسوأ ضيق مش قادر يتحرك. وهنا الحكمة بقى، ابتدى يحس ان هو كان في نعيم، كان محبوس لكن في حاجات كتيرة كانت خدماه، خرج منها وابتدى يجري يجري يجري، لقي نفسه في ممر، الممر ده اسود كبير ملوش نهاية، لكن حاول ان هو يجري وهو خلاص حاسس انه بيموت. وصل غرفة تانية، الغرفة التانية دي وصل لقي نفسه شعره طول وبيجامته اتغير لونها مع الزمن، وواضح انه هنا ظهرت ملايكة، لكن مش اطفال صغيرين، المرة دي ملايكة كبار. وهنا ظهرت برضو الجزء الحساس هو اللي اتبقى، هنا بقى ظهرت المرحلة الجديدة، مرحلة الممارسة. بنتنقل لحادثة في المكسيك، بعض الناس بول مصارع لكن على قد حاله كبير في السن، هيدخل ماتش مصارعة مع بطل، وجده بيقول ان هو مش هينجح لانه المصارع اللي هيقابله راجل قوي وصغير في السن، لا ابنه برضو الاطفال بتقول له انت فاشل انت وابوك بول، لكن اصرت الاسرة ان هم يروحوا للمكان يحضروا الحفلة بتاعة المصارعة بتاعته. نزل بول والفريق بتاعه مع الفريق التاني، وهما الاتنين متحمسين، في نفس الوقت اتضرب لما اتهرى، طبعا واضح انه زميله اتطحن طحنة سودة، فهو مش قادر ينزل بول لأن الفريق التاني مش مديله فرصة، لكن قدر بول ينزل بسرعة، لكن للأسف برضه استلموه وروقوه ضرب 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 كبير جدا، وكانوا يدوب هيضربوه بالكرسي. في اللحظة دي كان الراجل بيدوس على الزرار هناك، اتحول بسرعة وضرب الناس كلها الموجودة هنا، وطبعا من غبائه مفيش حاجة حصلت هنا، فابتدى يدوس على الزرار مرة تانية وتالتة، فبالتالي بول انتصر. وهنا الزراير كانت مختلفة، ما كانتش بتأدي وظيفة هنا، كانت بتأدي وظيفة في العالم الخارجي، حتى مع فرقة غنائية واحد منهم كان بيخرج نار، والساحر الروسي هنا فشل انه هو يخفي البنت، وهنا الساحر الصيني بدأ يهوهو على الكلاب. واضح ان الزراير دي مرتبطة بمين؟ مرتبطة بالخارج. هنا الراجل الياباني بدأ يبص في السماء، شاف ملاك طاير في الهواء، وابتدى هو يحس انه بدأ يبقى ناضج كبير اكتر من كده، وبدأ يفكر بطريقة تانية، ليه ما استخدمش الزراير دي اتسلق، لكن كل زرار كان بيضغط عليه كان بيحصل فيه حاجة في الحقيقة، حيوانات بتتولد، حيوانات بتموت، ازهار بتتفتح، حيوانات بتتقتل، حاجات كتيرة، وكل ما بيعلى كل ما بيأثر على البيئة. واضح ان هو بيكبر في السن كمان وبيطول وشعره طول، وبعد فترة اتعلم وبدأ يخرج وما عادش همه انه يسند على زراير، حس ان هو طاير في الهواء، حس ان هو في الهواء بيعمل كل اللي هو عاوزه، اتعلم اكتر واكتر واكتر، وده بيجي بالخبرة في اي مجال. الزراير هنا بتمثل العالم الواقعي، وهنا التجربة كلها أصبح انتقل لمرحلة الزراير لمرحلة الريش. الريش ده إنه هو في مرحلة أفضل من عمره، يقدر يوصل لحاجات أكبر من الحكمة. فيلم بيناقش إن هو بقى حكيم، فجأة ظهر له زرار كبير، الزرار الكبير دون هو زرار المستقبل، هيتجه وهنشوف بعد كده في جزء تاني هيعمل إيه في المستقبل. لو عجبنا الفيلم أرجوك اشترك في القناة ولايك وشير لأصحابك، شجع القناة. تحياتي، معكم مجدي الشاهد من قناة السرداب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.